الجيش الخاين اللي بيضحك عليكم وبيقول لكم انه هيحارب ولازم تصطفوا وراه وتصطفوا ورا القيادة اللا مؤاخذة السياسية. الجيش دوت بعلمه وبإيده تم ترسيم حدود أقدم دولة في العالم. مصر أقدم دولة في العالم، 7000 سنة، حضارة 7000 سنة اللي بتدرس لكل العيال في كل المدارس في الغرب والشرق. مصر اللي خلقت ثم خلق أي شيء آخر في الحياة. فالنهاردة بترسم حدودها مع الكيان. الجيش ما وقفش ليه واعترض؟ سيادة وزير الدفاع المرتخي المترهل، ما اعترضتش ليه يا باشا؟ كان عندك عذر شهري؟ سيادة قادة الأفرع والألوية والكتايب، ما اعترضتوش ليه مع الرصين؟ فالمهم يعني ما علينا. العسكري الخاين بيتحاكم عسكريا ميدانيا، وانتوا عارفين طبعا بيحصل له ايه. لكن لكل حادث حديث ان شاء الله باذن الله. كل اللي خان البلد دي هيدفع التمن غالي، والله لا تدفعوا التمن غالي وقريب جدا، ما تقلقوش. وعلى رأي الخنزير المجرم المنقلب جاسوس الكيان قرد الكيان عبد الفتاح بهلول، كل اللي كسر كوباية هيتحاسب. ولو حتى احنا نفسنا الناس اللي بره اللي بيتكلموا بيدافعوا عن البلد ماتوا كلهم، اتقتلتهم كلهم، البلد دي هتفضل واقفة على رجليها، وهتتحاسبوا على ايد الشعب دوت، والشعب ده هيفوق، يعني هيفوق. ما قلتوش ليه للشعب يا قادة الألوية والأفرع والجيش والخرا الأزرق؟ ما قلت لهمش ليه ان انتوا بعد ما رسمتوا الحدود مع الكيان الإسرائيلي المؤقت المحتل لأراضينا الفلسطينية، ان طلع لهم في البخت كده في البمبم طلع لهم بيرين غاز، قدرت اكسون موبيل الامريكيه ما بيهم من غاز ب 200 مليار دولار، واديته بير تالت بعد ما كشكشتوا الحدود. طبعا فجاه كده فجاه طلع لهم غاز بعد ما كانوا بيستوردوا مننا 30 سنه غاز في عصر الهالك مبارك. واديته بير التالت لقبرص اليونان عشان يعملوا التاسكو كرسي عند اوروبا. صح؟ ما بتقولوش ليه الكلام ده يا جماعه؟ ما قلتلوش ليه يا جماعه للشعب ان انتوا ماضيين اتفاقيه ان انتوا تستوردوا غاز من الكيان؟ هتبدا من مايو، انتوا بتستوردوا منه اوريدي دلوقتي، بس الاتفاقيه الجايه بقى الجديده الانكس الاكستنشن هتبدا من مايو 2025 اللي احنا فيه ده بالاسعار العالميه، وهتنتهي في 2030. ادخلوا يا جماعه دوروا على الاونلاين عشان تتاكدوا ان هما بيشتغلوكوا.